اكتب علينا توجيهات عامة. كملت قراءة الرياضيات، كملت قراءة باقي المواد. اليوم هي ليلة الامتحان، يعني امتحان الوزاري هو واجب. خلينا نفترض الامتحان الوزاري هو واجب. القراءة اللي راح تقراها خلال هذه الفترة اللي يسموها 40 يوم وحقيقتها 90 يوم. خلال هذه 90 يوم وخلال فترة الامتحانات اللي تقريبا اسبوعين او اكثر، اللي راح تقراه هو راح تأديه على الرحلة الامتحانية في القاعة الامتحانية. ما اريدك بيوم الامتحان تقرأ اي شيء. يعني الامتحان الساعة 9، يفضل من تروح الساعة 8 قبل ساعة قبل ربع ساعة أنت موجود هناك. خلال هذه الفترة وصولك إلى مكان الامتحان ودخولك إلى القاعة الامتحانية يفضل أن ما تحكي ويا أي شخص. يفضل ذلك. وإذا أردت تحكي ويا أي شخص احكي بأي موضوع ما عدا موضوع الامتحان. ليش؟ لأن هناك الحديث قبل الامتحان بدقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، أنت راح تنقل مخاوفك لزميلك، وزميلك راح ينقل مخاوفاته إليك، وواحد راح يخوف الله، وبالتالي راح يصير إرباك للطرفين. لا تسمع لأي مرشحات يقول لك هنا قبل الامتحان زميلك يتصل بيك، الأسئلة طلعت، ودور جو الجسم، وما أعرف إيش، هذه كلها تريد تخربطك. لا تسمع اي شيء، حتى لو فعلا الاسئله استغربت ووصلتك انت المفروض بعلمك ما وعيك. المفروض لان المفروض بالباطل يبنى على باطل، واللي يبنى على باطل ما بعده كله راح يكون باطل. لذلك اعتمد على نفسك والاعتماد اولا واخيرا على الله سبحانه وتعالى. خلي يكون ايمانك والله قوي وتدخل للامتحان وانت ببالك الاسئله بسيطه جدا وبامكانك ان تجيب 100. هذه واحده. استلمت الاسئله سهلات، يعني انت في القاعه الامتحانيه جابوا لك الاسئله، هذه الاسئله على سبيل المثال. راح تقرا الاسئله، تقرا الاسئله لمده 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق، فالقرايه عامه. لكن مو قرايه دقيقه جدا، قرايه عامه وراح تبدي في حل الاسئله. اول ما تبدي بالسؤال البسيط جدا. الدفتر الامتحاني مقسم، السؤال الاول في صفحتين مثلا قابل اللغه، السؤال الثاني، السؤال الثالث الى السؤال السابع او الثامن خلوا الاحتياط. انت سؤال ثالث الف شفته بسيط جدا، ابدي به. ورا سؤال خامس باء بسيط جدا راح يكون بعده. هذه وين راح تفيدك؟ مثلا انت الاسئله 6 وخالين وزن لكل سؤال، خلينا نقول 10 دقائق او ربع ساعه. انت من السؤال الاول او الفرع الاول حليته ب3 دقائق وهو وزنه 10 دقائق، راح تكسب ايش قد؟ راح تكسب 7 دقائق. هذه تفيدك في سؤال اخر. مشيت بسؤال معين، سؤال ثاني فرع باء، تحل فيه ووقف القلم، فكره ما جاتك، فكر فيها 3 دقائق 5 دقائق مو اكثر. 5 دقائق ما جاتك الفكره لا تجرب هذا السؤال، روح على السؤال اللي وراه. اكو بشيك دماغك يبقى يشتغل، احيانا انت ولا تحل السؤال اللي وراه تجيك فكره الحل ممكن ترجع لها مره ثانيه. لا تقرر الترك من اول 5 دقائق. بعض الطلاب يقول لي تطبيقات صعبه اتركها، هندسه صعبه اتركها، معادلات زمنيه صعبه اتركها، وبالتالي كل سؤال كل موضوع صار ترك. لا تقرر الترك مقدما. احيانا الموضوع صعب يجيب فيه سؤال سهل، احيانا الموضوع سهل جدا لكن يجيك سؤال محير. فالترك مو تقرره بالبدايه، انت تجاوب كل الاسئله. يبقى يا سؤال عندك فيه شك، يا سؤال ما مقتنع فيه، هذا راح تجي تمسحه تخليه يظن الترك. ومن تترك سؤال، قررت تترك سؤال، الصفحه ما تمسحها،
امسح الصفحه حتى اخاف تكتب لي تركز غيره والمصاحب يشوفه. تنظر انت هذه الصفحه تمسحها كلها وتكتب بشكل مطري، لكن بشركه اعتياديه يعني مو سويه ترك مزرفه، هذه ممكن تثير الشكوك. بعض الطلاب يكتب مقالات بالدفتر الامتحاني، اني مهجر، اني مدري ايش فيه، فقير والله الله فيه. وبعض الطلاب هو ولد ويدعي بان نفسه بنيه، لكن كان صحيح كسر قلبه عليه، ترى ما في شيء. يعني بالتعليمات الامتحانيه اي شيء مميز بالدفتر يثير الشكوك، فهذه تعتبر اشاره. فاذا ارادوا يرحموك راح يكون التصحيح مشترك يعني بقوه، اذا اراد المصحح يساعدك راح يكون بقوه، واذا ما يرحموك فيعتبر غش. فهنا دفترك تجاوب عليه على كيفك، عندك مجال 3 ساعات تكملها، تطلع من الامتحان. من تطلع الامتحان اليوم امتحان الاسلاميه، خلصت الاسلاميه طلعت بعد تفكر بالاسلاميه نهائيا. مو تجي تقول سأخابر عن المدرس وهذا السؤال شلون ينحل، خابر صديقك هذا السؤال شلون ينحل. احيانا انت حال صحيح لكن من تطلع الشغل بالحل مالتك تقول يعني كاتب شيء لو كاتب شيء. من يخلص الامتحان بعد ما لك علاقه به شد حيلك على الامتحان الثاني. نشوف هنا نلمس خلال هذه الفتره بان تصير حرب نفسيه بين الطلاب دون ان يشعر، يعني تؤدي زميلك وتؤدي نفسك دون ان تشعر. شلون؟ اجاني التليفون من احد الطلاب قبل يومين قال انا شو الرياضيات خلصتها ب10 ايام. 10 ايام يلا قدرت اخلص الرياضيات لكن ببطء 100%. لكن شو خابرني صديقي قال انا خلصتها ب7 ايام. انا لحد الان مكمل مادتين. شو صديقي قال خلصت 3 مواد. شو صديقي اكثر مني؟ لو انا مقصر ما لك علاقه بصديقك، هو من قال لك انا خلصت 3 مواد يجوز هو مشاركته مدري كيف. يجوز قابليته افضل من عندك. اكو واحد عنده قابليه قويه على الفهم يخلص الرياضيات ب6 ايام. لكن بالاحياء يجوز يحتاج 14 مثلا. اكو طالب اخر لا يحتاج بالرياضيات 10 ايام، هو الاحياء مثلا باليوميات ضاغطه يجوز يحتاج الى 7 ايام او 8 ايام. اكو فروق فرديه بين طالب وطالب، يعني مو بالضروره صديق اللي وياك السنه كلها بان يمشي وياك بجدول المراجعه. فتقرا على كيفك ويكون ايمانك بالله والطب للامتحان. قبل ما تستلم الاسئله انت لازم تخلي بالك من الاسئله السهله جدا، لا تخلي بالك الاسئله صعبه واخاف اغراضيه. تصير الاعوام السابقه قاعه امتحانيه فيها مثلا 20 طالب قاعد، بال10 دقائق الاولى فالطالب من الطلاب مقالي عنده ظرف مضابط شغله شاب مسح دفتره وطلع. باقي الطلاب من باعوا طلع قال هذا رقم 1 ما طلع، يعني يجوز الاسئله صعبه وهي الاسئله جديده بس حكم على اسئله صعبه. اذا الاسئله صعبه خلي انا ما اطلع. وبالتالي العام الماضي تحديدا يعني اسئله الرياضيات ايش قد سهله كانت، لكن جتني اخبار قاعات نصف القاعه طلعت لان شابه اول واحد طلع من القاعه. يعني بدون ان يحكم على الاسئله يجوز فقط اجاني سؤال الاوميجا في فكره انا بس ما سؤال الاوميجا صعب قال اكيد الباقي صعب. لا ماكو شيء هنا اكيد. هنا تعتمد على نفسك وما لك علاقه بغيرك نهائيا. تكمل الامتحانات وان شاء الله تنجح دور اول ونجاح مرموق حتى نفتخر بيك. يعني تطلع النتائج اول واحد اروح اكتب عن النتائج واجي ادقق في الاسماء اللي عندي. ذولا طلابنا اشوف ايش قد طلعوا نتائج نفتخر بيكم. شلون العام الماضي واحد من طلابكم يعني طلع ثالث على الخطط. فان شاء الله نفتخر بكم وتعذرونا اذا قصرنا وياكم اليوم ونحمد الله ونشكر الله الذي رزقنا خدمتكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله